مرحبا بكم في القناه. اليوم غادي نصاوب معكم هاد الكيكه ديال الحامض وبودور الخشخاش. كتجي واحد البنه وواحد الدا يا سلام. كناخذوا واحد الباول كنديروا فيها السكر، كنحكوا واحد قشور حامضه، كنحكوهم مزيان وكنخدموهم بيدينا باش هذيك النكهه تدخل لنا مع السنيده. بعد كنضيفوا 3 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه. صافي كنحركوهم مزيان حتى كيرجعوا لنا على هذا الشكل. كنزيدوا السكر ديال الفاني وكنبقاو نزيدوا الزيت بالتدريج، واحد القبصه ديال الملح باش كيتحسن لنا الذوق. صافي كنزيدوا من بعد كنزيدوا واحد الدانون وكنخلطوا. من بعد كنزيدوا واحد نص كاس العصير، شويه ديال الخل وبودور الخشخاش. صافي كنخلطوهم مزيان. كنزيدوا الدقيق، كنغربلوا داك الدقيق، كنزيدوا الخميره. صافي وكنخلطوا حتى كيرجع لنا القوام على هذا الشكل. بعد كنجيب واحد المول كندهنوه بالزبده وكنديروا الخليط ديالنا كما كتشوفوا. صافي وملي كندخلوها للفران كنقصوا عليها على واحد النار اللي مهيله. ملي كتخرج لنا على هذا الشكل كندهنوها بالناباج او العسل وكنزينوها الحامض مع السل وصافي وكتجينا بحال هكا. ما تنساوش تشتركوا في القناه، وبالصحه والراحه، ونشوفكم في فيديو جديد.